ولكن كنفتش على واحد الموال يونس. موال يونس موال. بيان سور ما تنساوش مع 8 4 نهضروا على الشامبيونز ليغ اللي كاينه اليوم والماتشات المهم اليوم. خصكم تشدوا بلاصتكم في القهوه ابتداء من 8 الا ربع. كاين جوج الماتشات يا سلام. ماتش سالينا سالينا من هاد الحب سالينا يا سالينا سالينا من هاد الحب سالينا انا وانت سالينا انا وانت سالينا يلا قلبي عينا الله يعوض علينا يلا قلبي عينا الله يعوض علينا سالينا سالينا من هاد الحب سالينا يا سالينا سالينا شاب يونس من هاد الحب سالينا انا وانت سالينا انا وانت سالينا يلا قلبي عينا الله يعوض علينا. كاب الصباح كل صباح من 7 ل 9 على كاب راديو. يوسف كيحاول يضحك اكثر ما كيحاول يغني. فوالا باش فعلا اي اغنيه كيعاودوا هذا طبيعه الحال ما حاولوا يوضحوا في الحوار اللي غادي نسمعوه من دابا شويه مع شاب يونس في برنامجكم كاب الصباح. وغادي نسمعوا محمد رضا واتساب ولا قهوه اتاي ولا قهوه الضيف يتشرد وكاب الصباح ما يفرط. شاب يونس بن ملال مرحبا بك معنا في برنامج كاب الصباح. مرحبا اختي العزيزه، هذا شرف كبير باش نجي لعندكم من بني ملال حتى لطنجه. الله يبارك فيك. يونس تعرفتي بإعادة غناء مجموعة من الأغاني المغربية ومنهم النجم سعد المجرد في أغنية سالينا وإنتي. علاش اختاريتي بالضبط هذه الطريقة في الكوميديا والفكاهة؟ اختاريت هذه الطريقه هذه باش لان طريقه ما كاينش الكوبي ديالي انا، ما كاينش شي واحد يشبه ليا ولا شي حاجه، والجمهور هو اللي تيقول هذه الهضره هذه. اختاريتها بهذه الطريقه هذه باش بنادم يضحك. الانسان ماشي بغى يسمع وبغى الانسان بغى يسمع وبغى يبتسم بغى يضحك. انا قلت علاش ما نجيبش الطريقه هذه ونضحك الناس ومنها يسمع ومنها يضحك والحمد لله. اكيد هذه الطريقه ومن عاودتي اغنيه سالينا سالينا خلقتي واحد الضجه كبيره وصداع ومشاكل مع سعد المجرد وحتى الجمهور ديالو. كيفاش تقبلتي هذا؟ وهي بصراحه الاغنيه تشهرات ديال سالينا من خرجتها لقات واحد الضجه في الفيسبوك وفي الانترنت وخلقات لي صداع مع سعد المجرد. ودابا تنقدم الاعتذار لسعد المجرد لان بصراحه ما كان اتصال من واحد السيد مجهول وما كنتش عارفه انايا. وتنشكركم نتوما اللي عطيتوني الفرصه باش نعتذر لسعد المجرد. والحمد لله انا الفنانه ديال المغرب ما يتقلقوش مني لان ماشي غير واحد يتقلقوا مني بزاف الفنانه ديال المغرب. علاش؟ حيت انا تندير واحد الطريقه بحال تندير الحلقه اللي تكون في السوق وتكون يعني تنضحك الناس بواحد الطريقه يعني عاديه على قد الحال. وفي نفس الوقت هما تيشوفوا تيقولوا واش يسخر منا ولكن انا تنبغي نضحك على المغاربه. ولكن هي طريقه ذكيه منك يونس حيت انت كتختار غير النجوم والفنانين اللي مشهورين باش كتعاود الاغنيه ديالهم بواحد الطريقه خاصه بك انتينا باش تلفت الانتباه وتربح نسبه مشاهده في اليوتيوب. واش هذه الطريقه هي كما هيدا ولا عندك شي مبرر اخر؟ ما عندي ما يتسالك صراحه راه كي جبتيها هي هذيك صراحه هي هذيك. ولكن ماشي عيب ماشي عيب باش انا نتشهر وباش انا الحمد لله كون ما درتش هذه الطريقه هذه ما غاديش على الشهره. كون ما درتش هذه الطريقه ما غاديش نكون عندكم اليوم هنايا. نعم كون ما درتش هذه الطريقه هذه ما غاديش نكون عندكم اليوم هنايا. وني عاودتي اغنيه سالينا شحال كانت نسبه المشاهده في يوتيوب؟ تبارك الله في اليوتيوب بزاف ولكن اكثر هي الفيسبوك. والفيسبوك لقات واحد النسبه كثيره الملايين ديال الناس سمعوها. والحمد لله انا تمشي دابا في الطريق وبنادم تيتصور معايا وبنادم تيسلم عليا نسبه كثيره ديال المشاهده. يونس ما عمرك فكرتي انك تشارك في برنامج لاكتشاف المواهب في الكوميديا ويكون عندك تنتينا طريق ومسار خاص بك؟ وبصراحه فكرت نشارك ولكن واخا نشارك ربما ما نتقبلش. علاش؟ لانني عندي واحد اللون ما كاينش. عندي واحد اللون خطير. الناس يقولوا لي بحالك تيقولوا لي حنا شنا اليوتيوب شنا الفنانه حتى عينا ما عمرنا شنا بحالك انت. الكوبي ديالك ما كاينش في المغرب كاع. عندي واحد الطابع خطير يعني. شنو هما السكيتشات شنو المواضيع اللي كتختار؟ المواضيع بحال دابا اخر موضوع دابا الحتو ديال السكيتش واحد ديال عيد الحب ديال انا نقلدو لك دابا ديال واحد السيده عيطت لواحد السيد قالت ليه عافاك واش ما عرفتيش اليوم شنو كاين؟ قال لها شنو كاين؟ قالت لي راه اليوم عيد الحب. وهو كان في المارشي وبدا يقول لها بحال هكا بدا تيقول لها بطاطا 10 دراهم ماطيشه 8 دراهم خيزو 7 دراهم البنان 5 دراهم.
يعني رساله، هذه رساله بان ما كاين لا كادو لا والو. يعني البطاطا وخيزو والبنان والتفاح والمطيشه يعني هما اللي مهمين يعني ما كاين لا حب لا والو. ما كاين لا حب لا علاش والو، ما كاينش الحب؟ لان الزمان ولا يعني وانت في الفيديو اللي عملتي كتعرف فيه بالحب ديالك الفنانه باغي تزوج بها، يعني انت براسك كتعرف بانه كاين حب. تنعترف بان كاين الحب، ولكن الحب راه في الزمان. انا الحب ماشي في الكادوات وفي عيد الحب وفي عيد نشري ريحه نعطيها لا، الحب راه هي تهز معك الزمان وتقرا معك الزمان وتصبر معاك. هذا هو الحب بالنسبه لي. بالنسبه للجديد ديالك، شنو هي الاغنيه ولا الفنان اللي اختاريتي هذه المره باش تعاود تقلد الاغنيه ديالو بطريقه ساخره؟ الفنان اللي غادي نختار ان شاء الله هذه المره غادي نختار حاتم عمور. علاش؟ غادي نختار حاتم عمور وغادي ندير شي اغنيه ديالو ان شاء الله، وغادي انا عارفه غيتقلق وماشي مشكل عندي. اذا حنا نتسناوك قريبا نسمعوا اغنيه حاتم عمور. من اغنيه؟ اغنيه اللي ناض عليها الصداع، ولكن ماشي مشكل، اغنيه مشيتي فيها. انتينا ولا حاتم عمور؟ لا شكون اللي مشى فيها؟ بجوج. اذا يونس، كلمتك للمستمعين كاب راديو والجمهور ديالك. كلمتي لكاب راديو، الله يرحم لكم الوالدين وتحيه لكم، وصراحه ما نكذبش عليكم الناس الله يعمر لهم الدار. وواحد الكلمه للجمهور ديالي تنقول لكم تعاونوا الشاب يونس بني ملال، والرساله لبني ملال ما عند الشاب يونس، الرساله للجمهور ديال بني ملال والجمهور المغربي كاملين. دخلوا اليوتيوب وديروا الشاب يونس بني ملال وتفرجوا، وشكرا وسمحوا لي. العفو شاب يونس، تحياتنا ليك ونتمنوا لك التوفيق ان شاء الله في المسار ديالك. ان شاء الله، شكرا. العفو. كاب الصباح كل صباح على كاب راديو. فوالا سمعنا الحوار ديال وسيمه مع يونس. زوين يونس بني ملال، عاود شي رشيديه حميد دار بيضاء. علاش اختار المدينه ديالو؟ بالنسبه للمدينه ديالو باش يكسب الجمهور ديالو طبيعه الحال، وباش ربما يتميز يبين مدينه بني ملال. فوالا خصنا نشوفوا يونس بني ملال. اللي بغا يشوفوا بحالي يدخل يوتيوب ودير يونس بني ملال ونشوفوا لي فيديو ديال هذا الشاب. مزيان نشوفوا شباب من كاع المناطق تيديروا الكوميديا، كل واحد الطريقه ديالو مختلفين، كل واحد عنده لو ستيل ديالو. مزيان هو كيختار غير النجوم والفنانه باش بهذه طريقه ذكيه منه كيعاود الاغاني ديالهم بطريقه ساخره وكوميديا. وهذه المره اختار اغنيه مشيتي فيها لحاتم عمور، فنتسناو قريب الفيديو او الاغنيه اللي غادي تغنى بصوت الشاب يونس. نرجعوا لي اس ام اس ديالكم. صباح الخير خويا عبدو وسيمه، هذا دريس من حي حميميت، تبارك الله عليكم. صباح الخير اخي دريس. حي حميميت الحي ديالكم كاين حي حميميت بحالك مدينه اكوراي.